السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في توقعات جديدة لأحداث الحلقة 20 للمسلسل اللي بيشتد إثارة، مسلسل آسر. وبتبدأ حلقتنا مع عزت ومروان اللي موجودين في دور الأيتام وبيتكلموا مع فراس. وفراس بيقوم من مكانه وبيحكي لعزت عن مقتل أبوه واللي فاكره بالظبط. لكن عزت بيقول لمروان يلا خلينا نمشي من هنا. وهنا فراس بيقول له أنا عارف كل حاجة، وعارف كمان اللي أطلق الرصاص على أبويا حصل فيه إيه. وبيقول له التواريخ بالظبط، وبيقول له اتسجن يوم كذا في سنة كذا، ويوم كذا نزلت الصحف إن هو مات. وفي كل سنة من نفس اليوم أنا بهرب من هنا، وبحاول إن أنا أعدي الليلة دي بأي شكل وبأي طريقة. محدش فيكم يتخيل أنا بيحصل لي إيه لما بفتكر إن الشخص اللي قوص أبويا ممكن يكون ليه ابن أو حتى زوجة. أنت مش متخيل كم الغضب اللي موجود جوايا وممكن أنتقم ليه إزاي. وبيبص لمروان اللي بيقول له وأنت مين علشان جاي تسألني إيه الأسئلة دي؟ اوعى تكون فاكر إن أنا مش عارفك. مروان بيرتبك جدا، وعزت بيقول له مروان خلينا نطلع من هنا، وبيخرج على طول. وبيكون مروان بيبكي وبيلحق بيه عزت. مروان بيقول له لا يمكن يكون مجد هو اللي بيتكلم عليه. مجد لا يمكن يمسك سلاح ولا يعمل الجريمة اللي هو نفذها دي. وبيكون فيصل راجل آسر موجود وراه وبيتابعه علشان خايف على مروان زي ما آسر طلب منه بالظبط. حياة بتدخل على الجدة اللي بتلاقيه على الأرض وبيلعب، وبتقول له أنت بتعمل إيه؟ وبيقول لها بلعب. وبتقول له مين اللي جاب لك اللعبة دي؟ بابا. وبيقول لها لأ. وبتقول له إيه رأيك تتعشى إيه النهاردة؟ لكن بيرفض، وبتقول له بفكر إن أنا أجيب لك برجر أو كفتة. وهنا بيسألها ماما أنت بتحبيني أنا أكتر ولا بابا؟ وبتقول له أنا بحبك أنت أكتر شيء موجود في الدنيا. جد بيفرح وبيقوم وبيحضن أمه وبيقول لها وأنا كمان بحبك، وعلشان كده هاكل اللي انت تيجي بيه. وبتقول له هات اللعب بتاعتك وتعالى خليك جنبي في المطبخ. مروان بيطلع وهو بيمشي بسرعة وبيلحق بيه عزت، وبيكون وراهم فيصل اللي قلقان على مروان. وهنا عزت بيقول له كفاية اللي انت بتعمله. على العموم انا هقول لك كلمة، انا مش زي راغب ما بعرفش اعمل مقدمة لكلامي من الاول، بس كل اللي انا هقوله لك كلمتين. اللي بيقول له ايه؟ وبيقول له الموضوع ده لازم ينتهي وتشوف تحقيق في اي موضوع تاني، والتسجيل اللي معاك ده تكسره. لكن مروان بيقول له ابدا. بيقول له مروان انا اعرفك من وانت عيل صغير، بلاش اللي انت بتعمله. ومروان بيقول له علشان انت تعرفني وتعرف اخويا اكتر، انا بسألك تفتكر ان مجد رغم عشرتكو القديمة دي كلها يقدر يعمل جريمة بالشكل البشع ده؟ لكن عزت بيقول له حتى لو ما عملهاش وفي حد عملها والجريمة لبست مجد، المهم ان الناس دي مش هتسيبك، وخصوصا ان القضية دي فيها اموال كتيرة جدا، وانت عارف ممكن اي حد يهجم عليك في اي وقت ويقوصك ويبقى كده الموضوع اتقفل معاك. لكن مروان بيقول له انت عارف حاجة ومخبيها عليا؟ عزت بيقول له ابدا انا معرفش اي شيء، اللي بقوله لك ان انت لازم تقفل الموضوع ده دلوقتي. ومروان بيقول له ابدا. وهنا عزت بيحط ايده على المسدس اللي موجود في البنطلون بتاعه، وبيكون فيصل شايفه وبيمسك كمان مسدسه خايف ان عزت يقوص مروان. لكن مروان بيمشي. وهنا آسر بيتصل على فيصل اللي بيقول له انت فين؟ وبيقول له انا ورا الشاب مروان، وبيقول له خليك وراه من بعيد وطمني. وكمان عزت بيتصل في نفس الوقت على راغب، وبيكون راغب موجود مع آسر، وبيقول له النهارده هندخل مكان اسمه دار السعادة، هننسى فيه كل حاجة حصلت معانا. هندخل النهارده هتنسى ان انت شخص غني، وتنسى كمان انت مين، لدرجة ان انا هنسيك نفسك. راغب بيرد على عزت وبيقول له انا داخل دار السعادة، ما تتأخرش وحاول ان انت تيجي بسرعة. مروان بيمشي وعزت بيشوف فيصل، وهنا بيرجع على العربية وبيكون منتظره جابر اللي بيقول له انا عرفت الشخص ده مين. اللي بيقول له شخص مين؟ وبيقول له هيكون مين؟ الشخص اللي عايز يدخل معانا شراكة. تقدر تقول كده النهاردة ان انا وصلت لكل حاجة عنه، اطلع بينا. اللي بيقول له ايه؟ وبيقول له الراجل ده لازم يكون موجود بين ايديا النهاردة. وهنا جابر بيحاول يبعت رسالة لرستم، لكن ما بيعرفش، وبيحط الموبايل في العربية وبيسأل عزت اللي بيقول له على فين. وبيقول له رايحين دار السعادة، وبيقول له على العنوان. وبيقول له ليه؟ وبيقول له بما ان راغب موجود هناك يبقى عايزني الم وراه.
وبيسأله عن آسر، وبيقول له آسر كده تقريبا وقع في الخية بتاعتي ومش هحله. وهنا رستم بيعرف إيه المطلوب على طول. راغب بيكون موجود في المكان ده هو وآسر. وهنا على طول آسر بيفتكر التاريخ بتاعه لما دخل هو وراغب قبل كده، وكان راغب معهوش أي مصاري، وقعدوا يشربوا هما الاتنين. وهنا راغب قال له خلي بالك هيطردونا، استنى مني الإشارة علشان نهرب. وفعلا قدروا يهربوا، واتصل بعزت على طول علشان يجيله على المستودع اللي هم موجودين فيه، لأن رجالة الملهى كانوا بيطاردوهم وعايزين يدخلوا معاهم شجار ويضربوهم. وبيوصل عزت وبيقف عزت وراغب ومجد هما التلاتة علشان يصدوا كل اللي جايين عليهم. هنا آسر بيتكلم مع راغب وبيقول له انت مفيش واحدة تقدر ترفضك. وهنا راغب بيطلع المصاري وبيقول له ابدا، وبيشاور له وبيقول له وانت بتعمل كده ليه؟ انت مش خدت اللي انت عايزه؟ لكن راغب بيقول له صحيح انا خدت اللي انا عايزه، لكن للاسف ان هي ما بتحبنيش. اللي بيقول له ازاي ده؟ وبيقول له زي ما بقول لك. وبيقول له امال هي بتحب مين؟ وبيقول له بتحب شخص قديم ومش قادر ان انا اشيله من جواها. رستم بيقدر يتصرف بسرعة وبيبعت رجالته على الملهى ده اللي بيطلبوا من آسر إن هو يخرج وياخدوا راغب، وبيطلعوا من الباب الخلفي علشان يضربوا. لكن هنا راغب بينادي بعلو صوته وبيقول مجد، وعلى طول بيرجع آسر وبيدخل معاه الشجار وبينضم ليهم عزت. وبيقعدوا هما التلاتة في مواجهة شديدة جدا. وبعد ما بينتهوا بيروح راجل رستم اللي بيقول له، وبتنتهي الليلة دي بعد الشجار الكبير اللي بيخوضوا التلاتة مع رجالة الملهى. ولما بيخرج عزت بيروح لراغب اللي بيقول له عايز اقول لك حاجة مهمة تخص الشخص اللي وراك. لكن راغب بيقول له الشخص اللي ورايا تقصد شريكي آسر؟ وبيقول هو ده اللي انت بتقول عليه شريكي. لكن راغب بيقول له لو عايز تقول اي حاجة قولها قدامه. الشخص اللي انت بتتكلم عليه النهاردة انقذ حياتي وضحى بنفسه علشاني، علشان كده مفيش حاجة تستخبى، قول كل اللي انت عايز تقوله قدامه. وهنا جابر بيقول لآسر ان عزت راح دار الايتام، وعلى طول آسر بيقول له ما قلتليش ان انت رحت دار الايتام. وعزت بيبص له وبيسكت. وآسر بيقول له على فكرة انا اللي اسست الدار دي، وطبعا اللي خلاني عملت كده علشان انا كنت زيهم وانا صغير. ولو رجعت الدفاتر القديمة اللي هناك هتلاقي حاجات كتيرة جدا موجود عليها توقيعي. راغب بيقول له شفت، مش بقولك ان آسر وراه حاجات غامضة كتير، بس كل حاجة بنكتشفها بتخليني اتعلق بيه اكتر. وبيطلعوا على البيت وبتبدأ حياة تداولهم الجراح بتاعتهم. وبيكون آسر خلاص قايم علشان يمشي، راغب بيحضنه وبيقول لعزت خلي اللي جواك جواك، بس النهاردة هتحضن آسر. عزت بيحضن آسر وبيشكره على وقفته. لكن آسر قبل ما بيمشي بيقول له شكرا يا كماشة. وعلى طول عزت بيرجع بالذاكرة بتاعته، لأن كان نفس الموقف ونفس الشجار يوم ما كانوا بيتفقوا على مجد علشان يشيلوه الجريمة بتاعته. لكن في نهاية القعدة قال له نفس اللفظ، وبيطلع يجري عزت على العربية في الوقت الحالي. راغب بينادي عليه وبيقول له عزت انت رايح فين؟ لكن عزت ما بيردش أبدا. انتظروا معانا التوقعات اللي جاية باشتراك في القناة ولايك للفيديو. نشوفكم على خير في أحداث جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.